أم فقيرة لديها 4 بنات لم يتزوجوا، ولكن في يوم تعبت البنت الكبيرة فذهبت بها للطبيب، فقال الطبيب إنها حامل في طفل. فلما سمعت الأم نزلت دموعها وأخذت بنتها وذهبت إلى البيت وهي منهارة من البكاء. ولما وصلت إلى البيت جلست مع ابنتها وقالت لها: أخبريني من فعل معك هذا وكيف حدث؟ وظلت تضربها حتى ازرق جلدها وانتفخت عيناها من البكاء، وهي تقول: أمي لم أفعل أي شيء ولم أعرف من هذا الطفل وكيف جاء، ثقي بي والله ما فعلت هذا أبدا، ولم أتحدث مع أي شخص في حياتي، فأنا أخاف الله، والله لا أعرف كيف دخل هذا الطفل إلى بطني. وبدأت بطن البنت تكبر، ومع مرور الأيام بدأت ابنتها الصغيرة في البكاء والصراخ وهي تتألم من معدتها، فأخذتها إلى الطبيب فقال: إن ابنتك حامل أيضا. فصدمت الأم صدمة كبيرة وكاد قلبها أن يقف، فأخذتها إلى البيت وفعلت بها مثل ما فعلت مع أختها، ضربتها بشدة حتى كادت أن تفارق الحياة، فصرخت وكررت ما قالت أختها. قالت: يا أمي والله لم أفعل هذا أبدا ولم أعرف كيف حدث ذلك، فنحن نجلس في البيت ولا نخرج منه أبدا. فبدأت الأم تفكر من الذي يمكن أن يكون فعل هذا ببناتها وهم لا يخرجون من البيت أبدا. فقالت الأم: فوضت أمري إلى الله. وبعد أيام حدث نفس الأمر مع ابنتها الثالثة، ثم ابنتها الرابعة، وكان عمرها 15 سنة، وأصبح بناتها جميعهم حاملات كما أخبرها الطبيب. ظلت الأم تبكي ليل نهار وتفكر من الذي فعل هذا الشيء القذر مع بنات ال4، وبدأ بطنهم تقبر وتظهر عليهم علامات الحمل. فقالت الأم في نفسها: لقد تدمرنا. وتساءلت: ما الذي يحدث في منزلي وداخل بيتي؟ كانت الأم تعيش هي وبناتها في منزل قديم، كانوا فقراء جدا، وكانوا بنات متدينات يحفظن القرآن ويصلين في أوقات الصلاة. قد توفي والدهم وهم صغار، فاجتهدت أمهم وعملت بكل ما تستطيع حتى تعلمهم وتحفظهم القرآن. وكانت الأم تعمل في بيوت الأغنياء، خادمة تغسل وتمسح وتنظف، وما بقي من طعام الأغنياء تأخذه لبناتها ليأكلوا، ولم تمد يدها إلى أحد أبدا. فلما حصل ذلك لبناتها جلست تفكر من الذي يمكنه أن يدخل إلى بيتها ويفعل ذلك مع بناتها، وكيف لم يره أحد. وفي يوم من الأيام ذهبت الأم إلى القاضي وهو يستمع إلى شكاوى الناس وهي تبكي منهارة من البكاء، فحزن القاضي لبكائها وقال: ما الذي يبكيك يا أمي؟ ومن الذي أحزنك؟ قالت: يا سيادة القاضي، إن مصيبتي كبيرة. وعندما نظرت هذه الأم حولها وجدت المكان مزدحما بالناس فسكتت. فقال لها القاضي: يا أمي أخبريني ما مشكلتك؟ ظلت الأم صامتة وبدأت بالبكاء، فطلب القاضي من الجميع أن يخرجوا من القاعة وأن يتركوا هذه الأمة العجوز بمفردها. فلما خرجوا قالت الأم: يا سيادة القاضي، أنا امرأة عجوز توفي زوجي وترك لي 4 من البنات، ولم أرزق بولد، كنت أعمل في بيوت الأغنياء خادمة لكي أستطيع أن أدبر شيئا لبناتي ليأكلوا، وكانت بناتي يعيش حياة الفقر. وفي يوم مرضت ابنتي الكبيرة مرضا شديدا جدا، وكانت تتلوى وتصرخ من شدة الألم، فأخذتها إلى الطبيب فقال لي: ابنتك حامل. وقتها أصبت بصدمة كبيرة وشعرت أنني أفقد الوعي ولم أتمالك أعصابي، فابنتي ليست متزوجة، فأخذتها إلى المنزل ووقعت عليها بالضرب الشديد وهي تقول: أمي لم أفعل أي شيء، فأنا أخاف الله، والله لا أعرف كيف دخل هذا الطفل إلى بطني. وبعد أيام
بدأت ابنتي الصغيرة في البكاء والصراخ وهي تتألم، فأخذتها إلى الطبيب، فقال إن ابنتك حامل أيضا، ففعلت بها